السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. النهاردة مشيئة الله الخطوة رقم 3 هي خطوة الجريد فلترز، وهي مش خطوة أساسية من خطوات بناء الدايناميك موديل، ولكنها تول بنستخدمها أثناء شغلنا. فهنشوف بمشيئة الله إيه أنواع الفلترز اللي موجودة وإزاي بنعملها. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. أنا كده فتحت الموديل بتاعنا الأرب موديل، وهنستعرض مع بعض بمشيئة الله الجريد فلترز المختلفة اللي موجودة في الموديل ديزاينر. هنيجي كده على جنب في الكويك تول بار ديت، هلاقي فلتر، هدوس عليها هلاقي فيه 6 أنواع من الفلتر موجودين عندي. النوع الأولاني اسمه اي جي كي فلتر، هنقف كده عليه ونقول create new filter. فهو اتفتح عندنا الفلتر فين؟ واحنا جايبين في geometry objects، في السيتنجز، في الجنرال، في الجريد نفسها. هلاقي تحت الجريد بتاعتي فلترز، واتفتح عندي كده القايمة بتاعت الفلاتر، موجود الاي جي كي فلتر دوت. هنكليك كده على السهم ده، هيفتح الاي جي كي فلتر 1 اللي احنا كريتناه دلوقتي. هاجي كده في علامة السيتنجز اللي جنبه عشان احدد الفلتر بتاعنا دوت بيعمل ايه دوت. احنا كده هو عارض كل السيلز اللي موجودة، كل اللايرز، كل الاي في جميع الاتجاهات يعني. هنقف كده على علامتين الاكس دول بحيث ان هو يعمل ان تشيك لكل السيلز. وتحدد بقى حضرتك ايه اللايرز اللي حضرتك عاوز تعرضها. يعني سي مثلا لو هنعرض اللايرز اللي هي بتاعت مثلا الكي، اما نحدد لاير معينة اللي احنا نعرضها هنا، سي مثلا لاير نمبر 10. لو قفلنا كده عليها واخترنا الفلتر ده، فهو هيعرض اللاير رقم 10 بس. ولكن ممكن نيجي كده هنا، وبدل ما نحدد لاير ثابتة نقول له عاوزين نحدد رينج من كام لكام. هننزل كده بالسهم ده، هو هيقرا في ديت مثلا هنقف عند اللاير 41، فهو هيبتدي كده يقرا من لاير 1 للاير 41، بحيث ان انا احدد له رينج. نفس الكلام برضو في الاتجاهات التانية، مش شرط الكي بس. لو عملت كده انشيك كله، شلت الرينج دوت، وجيت بالنسبة مثلا لجي قلت له انا عاوز من اول رو عندي كده لحد مثلا 20، قول له تمام. فهو اول ما هقف كده عليها هيعرض من اول الرو اللي انا حددته لحد تقريبا رقم 20 اللي احنا عملناه في الفلتر دوت. فكده دوت اول فلتر موجود عندنا الاي جي كي، بحيث ان حضرتك بتقدر تحدد رينج معين اما في اتجاه الاي او الجي او الكي، بحيث اللي انت تعرضه، او كانك بتقص جزء يعني من الجريد عندك. تاني نوع اللي هو البلوك فلتر. لو قلنا له create new filter، فاوريدي كريته هنا كده. فالبلوك فلتر هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوكس فلتر. يعني حضرتك بتحدد بالظبط ايه هي السيلز اللي حضرتك عاوز تظهرها، او البوكس اللي حضرتك عاوز تظهره. يعني سي مثلا هنقول له في اتجاه الاي من 1 ل25، وفي اتجاه كده جي ولا ايه من 1 ل30، ودوت هنعمل اول 19 لاير بس، وادوس كلوز. واول ما هختار دوت هيجيب لي البوكس فلتر اللي انا حددته. فبحيث هو جاست بوكس فلتر، بس انت تبقى عارف الاحداثيات بتاعتك اللي حضرتك هتدخلها. نيجي بعد كده للنوع التالت اللي هو اللاير فلتر. هنيجي كده اللاير فلتر ده ما هو الا بروبرتي بلاير، ولكن في الاتجاه اللي حضرتك تحدده. يعني لو عايزين في اتجاه الاي مثلا، ونقدر نشوف كده، فدوت كأنه property player موجود عندي، واقدر بس احدد انه layer او انه صف اللي انا عايز اجيبه، ومن خلال اللي هو property player دوت اللي انا اغير اشوف ايه اللي هيتعرض عندي بالظبط. النوع اللي بعد كده custom filters. دوت عبارة عن ايه بقى؟ دوت خاص بالبروبرتيز اللي موجودة عندك. فكأنه يوزر فلتر، يعني بحدد بالظبط مثلا سي انا عاوز اعمل فلتر على البروستي، عاوز من قيمة معينة، ولتكن مثلا من قيمة من 11 تقريبا في المية لحد أقصى قيمة في الموديل عندي 28%. دول اللي أنا عاوز أعمل لهم فلتر. فجاست اللي أنا هدوس على دي، هو بيخفي
السيلز اللي هي خارج الرينج اللي انا دخلته ده. يعني مثلا لو انا عاوز اجيب اي بروبرتي تانية غير اللي انا عملت لها الفلتر ده زي البيرم اكس، فهو اوريدي برضو شال السيلز اللي فيها البروستي خارج النطاق اللي انا حددته له. يعني هشيل كده الفلتر، لاحظوا كده ان في layers بتبقى او سيلز بتظهر معايا، لكن مجرد كده ما احدد الفلتر فهو بيطبق الفلتر اللي انا قلت له البروستي من 11 تقريبا ل 28%. السيلز اللي بتحتوي عليها هي بس دي اللي هتبقى موجودة. وفي عندي continuous filter ان انا بدخله بقى equation او قيمة ثابتة. يعني بمعنى ايه؟ برضو للبروبرتي برضو باجي في continuous filter ده هدوس كده واقول له انا عاوز اعمل فلتر على ايه، سي مثلا على البروستي برضو القيمة مثلا بتساوي اكبر من او يساوي 0.05. يعني كأني بعمل المبدأ بتاع الاكت نم دوت ولكن كفلتر. فايه اللي هيحصل؟ هيشيل السيلز اللي هي بتحتوي على البروستي اللي اقل من 5%. يعني كأني كده انا عارض البروبرتي بتاعتي او اي بروبرتي بتاعتي، ولكن بعد ما اطبق عليها مبدأ الاكت نم اللي هنطبقه يعني. طيب بعد كده بقى discrete filter دوت هو برضو يوزر فلتر ولكن للديسكريت بروبرتيز اللي موجودة عندي. فالديسكريت بروبرتي اللي موجودة عندي في الموديل لحد دلوقتي اللي موجودة عندي اللي هي الاكت نم اللي احنا عملناها، اللي هي بتحتوي على قيمة 0 1 2 قيم ثابتة يعني. فهنيجي كده في الفلتر ده واقول له discrete filter create new. هاجي كده اقف هنا في الديسكريت فلتر دوت واقول له البروبرتي الوحيده اللي موجوده عندي الاكت نم، انما لو كنا عملنا ريجنز تانية كان ظهرها لي او عرضها لي هنا. هاجي في الاكت نم مثلا بيقول لي طب الكود اللي انت عاوز تظهره ايه، الزيرو مثلا ولا الواحد؟ دي القيم اللي احنا دخلناها للاكت نم. انما لو كنا عاملين مثلا اي ريجن تانية بزيرو واحد بواحد بقى 2 3 4 5 كان اظهر القيم ديت، ولكن هو جاب 0 1 على اساس دول القيمتين بس اللي موجودين للاكت نم اللي موجوده. فلو عملت كليك على الزيرو كده دوست تمام وهاجي على الديسكريت ده اكتفه، وهو عرض ايه؟ عرض السيلز اللي هي بتحتوي على الاكت نم زيرو، اللي هي بتحتوي على البروستي اللي اقل من 5%. يعني لو جينا كده عرضنا البروستي هنا هنلاقي السيلز دي كل البروستي اللي فيها اما بتساوي 5% او اقل من 5%. فاظهر لي او عمل فلتر كده لموضوع الاكت نم اللي بتساوي زيرو. فاقدر من خلال الديسكريت فلتر دوت ان انا لو عندي اي ديسكريت بروبرتي موجوده اعمل لها فلتر. كده نكون خلصنا الجزء بتاع الجريد فلترز. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو اللي جاي والخطوه رقم 4 بمشيئه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.